هل عشيرة الزعبي كردية الأصل؟ للشيخ عبد القادر الجيلاني. الكاتب الدكتور أحمد الخليل مر في الدراسات الثلاث السابقة أن عشيرة الزعبي تنتسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الجيلاني شلجيلاني، وأن الشيخ الجيلاني أعجمي الأصل وليس من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب. ومر أن اسم جده الأكبر هو جنكي دوست، أي المحب للحرب الباسل، حسبما أكد لي الصديق الأديب والباحث جلال زنجايادي من جنوب كردستان. وبقي أن نعرف ترى هل هو كردي الأصل؟ للإجابة دعونا نبدأ بالجغرافيا. جغرافيا أسرة الشيخ الجيلاني. اتفقت الروايات على أن الشيخ الجيلاني ولد في جيل، وتسمى أيضا جيلان وكيل وكيلان، والصواب هو كيلان، ونظرا لعدم وجود الحرف جا صيغة كيلان. وقد نسب الشيخ الجيلاني إلى موطنين بهذا الاسم: واحد، جيلان، بلاد تقع في شمال إيران، جنوبي بحر قزوين، وتتاخم شرقا بلاد الديلم، جزء من طبرستان تان مازندران، وتتاخم من الغرب بلاد الكرد المقسمة بين إيران والعراق. وذكر الكردولوجي ليرخ والمؤرخ مهرداد إيزادي أن الديلم هم كرد، وذكر المقدسي البشري أنه لا فرق بين الديلم والجيل، وهذا يعني أن شعب الجيل فرع من الكرد. انظر موقع بلاد جيلان جنوب غربي بحر قزوين. المراجع: ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، الجزء الثاني، الصفحة 68. العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء الثالث، الصفحة 333. السمعاني، الأنساب، الجزء الثالث، الصفحة 364. الإصطخري، المسالك والممالك، طبعة لندن، الصفحة 204. دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين، الصفحة 108. المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الصفحة 355. ميرداد إزادي، The Kurds, A Concise Handbook, Crane, Russack, Washington, Philadelphia, London, 1992, page 43. 44. 2. جيلان قرية على شاطئ دجلة تحت المدن على بعد حوالي 40 كيلومتر جنوبي بغداد. وقد زودني الصديق الأستاذ جلال زنجبادي مشكوراً بنسخة من كتاب جغرافية الباز الأشهب للدكتور جمال الدين فالح الكيلاني، ذكر فيه المؤلف أن جدهم الأكبر الشيخ عبد القادر ولد في قرية الجيل. المراجع: اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، الجزء الثالث، الصفحة 265. ابن الأثير الجزري، عزا للدين، اللباب في تهذيب الأنساب، الجزء الأول، الصفحة 324. ابن شمائل القطيعي البغدادي، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، الجزء الأول، الصفحة 368. جمال الدين فالح الكيلاني، الشيخ عبد القادر الكيلاني، الصفحة 9. وقال جمال الدين الكيلاني: ومن يتابع سيرة الإمام عبد القادر الجيلي يعرف أنه قضى أغلب سياحاته وأيامه الأولى في جيل العراق، ومن المؤكد أنه ليس للصدفة دور في ذلك، بل دليل على ارتباطه الوثيق بهذه الأرض. المرجع: جمال الدين فالح الكيلاني، الشيخ عبد القادر الكيلاني، الصفحة 84. وأضاف قائلاً بشأن جيل: وأغلب سكانها من الأكراد النازحين من كردستان الكبرى المترامية الأطراف، وبالذات من قبيلة بشدر. والحقيقة أن الكرد في جيل لم يكونوا نازحين، بل هي نفسها جزء من مناطق كردستان التي عربت طوال قرون.
انظر موقع المدائن جنوبي بغداد. جمال الدين فالح الكيلاني الشيخ عبد القادر الكيلاني، الصفحة 81. قال جمال الدين الكيلاني بشأن الشيخ عبد القادر: الواضح الجلي أن جده الأول عبد الله الجيلاني هو أول من استوطن جيل العراق، منتقلا إليها من إمارة الحسنيين في المشرق الإسلامي في كردستان الكبرى المترامية الأطراف. وإمارة الحسنيين هي الإمارة العلوية التي أسسها الحسن بن زيد العلوي سنة 250 هجري في طبرستان وما جاورها من بلاد الكرد الديلام، واسمه الحسن بن زيد بن محمد ابن إسماعيل بن زيد بن الحسن ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب. جمال الدين فالح الكيلاني الشيخ عبد القادر الكيلاني، الصفحة 30 هامش 2. الطبري تاريخ الطبري الجزء 9 الصفحة 271. ابن الأثير الكامل في التاريخ الجزء 6 الصفحة 201. المقدسي البدء والتاريخ الجزء 6 الصفحة 104. وهكذا فالمؤكد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني هو ابن الجغرافيا الكردية، سواء أكان من جيل إيران أم من جيل العراق، فهما جزء من جغرافيا كردستان. وبقي أن نعرف، ترى هل هو كردي الأصل؟ دعونا نتتبع الأثر. حقيقة أصل الشيخ الجيلاني. الملاحظ أن الدكتور جمال الدين الكيلاني لم يذكر اسم الجد جنجي دوست في نسب الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولعله فعل ذلك للإيحاء بأن جده الأكبر الشيخ الجيلاني عربي قح لكنه كردي الموطن. ومهما يكن ففيما يلي 3 أدلة تؤكد أن الشيخ الجيلي كردي الأصل وكردي الموطن. الدليل الأول: صرح الشيخ الجيلي بأنه رجل أعجمي قح، وكان ينهي أولاده عن ذكر نسبه الهاشمي. ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، الجزء 8 الصفحة 193. عبد الرزاق الكيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني، الصفحة 91. ورود كنية البشتيري في نسب الشيخ الجيلاني عند ياقوت الحماوي تاريخ 626 هجرية، وابن نقطة الحنبلي البغدادي تاريخ 929 هجرية، والفيروز آبادي تاريخ 817 هجرية. وذكر هذا الأخير أن القاضي أبا صالح الجيلي حفيد الشيخ عبد القادر هو الذي ذكر كنية البشتيري. وذكر الباحث العراقي عباس العزآوي أن بشتير التي نسب إليها الشيخ عبد القادر الجيلاني كلمة كردية أصلها بشدر أو بزدر، وتعني ما وراء المضيق، ما وراء الجبل. وذكر أيضا أن ثمة عشيرة كردية حملت اسم تلك المنطقة وتعرف باسم بشدر. ياقوت الحموي معجم البلدان الجزء الأول الصفحة 426. ابن نقطة البغدادي إكمال الإكمال الجزء 3 الصفحة 378. الفيروز أبادي القاموس المحيط، الصفحة 350. عباس العزاوي المحامي موسوعة عشائر العراق الجزء الرابع الصفحات 113 114. وجدير بالذكر أن اللفظ الكردي الصحيح لاسم بيشدر بزدر هو بيشدر، وتعني أمام الباب فناء، وهي مؤلفة من بيج بمعنى أمام، مقدمة، ودر بمعنى باب، بويابة، مدخل، إلخ. والدليل الثالث ذكره جمال الدين الكيلاني نفسه، فقد قال: ذكر المؤرخ والوزير الكردي محمد أمين زكي لرشيد عالي الكيلاني أنه أراد أن يذكر اسم الشيخ عبد القادر الجيلي في كتابه أعلام الكرد، ولكن رشيد عالي الكيلاني التمس منه تأجيل الموضوع لأسباب سياسية، وهذا يعلل
تعلق الأكراد به كونه نشأ في بيئة كردية. ومن المعروف أن الكرد يعتبرون الإمام عبد القادر الجيلي أحد أعلامهم. جمال الدين فالح الكيلاني، الشيخ عبد القادر الكيلاني، الصفحة 83. وجدير بالذكر أن محمد أمين زكي 1878 إلى 1948 ميلادي، مؤرخ كردي محقق، له كتاب خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، وكتاب مشاهير الكرد وكردستان في العهد الإسلامي، وكان ضابطا كبيرا في الجيش العثماني، ثم انتقل إلى العمل السياسي في العراق خلال العهد الملكي، فأصبح نائبا عن السليمانية، ثم وزيرا للأشغال والمواصلات مرتين، ثم وزيرا للدفاع. الصورة: محمد أمين زكي. ورشيد علي الكيلاني 1892 1965 ميلادي، سياسي عراقي، شغل منصب رئيس الوزراء في العراق 3 مرات خلال العهد الملكي. وإن التماسه من محمد أمين زكي تأجيل ذكر الأصل الكردي للشيخ عبد القادر الجيلاني دليل على أنه لم ينكر الأصل الكردي للأسرة الجيلانية، لكنه وجد من مصلحته السياسية ألا يعرف ذلك. الصورة: رشيد علي الكيلاني. والحقيقة أن رشيد علي الكيلاني لم يكن الكردي الوحيد الذي حرص على إخفاء أصله الكردي، وإنما سار عدد غير قليل من مشاهير الكرد وزعماء العشائر الكردية على هذا النهج، حتى إن حاكم أربيل البريطاني دبليو أرهي قال ذات مرة: يفخر كل زعيم كردي تقريبا بأنه ينحدر من أصل عربي ويحاول إرجاع نسبه إلى النبي أو أحد صحابته الأولين. WR هي مذكرات WR، الصفحة 114. وسبب هذه الظاهرة هو أن الكرد لم يكونوا أصحاب دولة مستقلة، وشوهت صورتهم عند شعوب غرب آسيا طوال قرون، ونسبت إليهم صفات بشعة، فتهرب بعض الكرد من الانتساب إلى أمتهم كي ينأوا بأنفسهم من تلك الصفات، ولا يفقدوا الحظوة عند الحكام ونخب الدول الحاكمة. وقد عرضنا ذلك بالتفصيل في كتاب صورة الكرد في مصادر التراث الإسلامي. وختاما نؤكد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كردي قح نسبا وموطنا، وندعو عموم الكيلانيين نسبا حيثما كانوا، بمن فيهم عشيرة الزعبي، أن يستعيدوا انتسابهم إلى أصولهم الكردية، فإن أزمنة تهميش الكرد وأبلستهم قد ولت، وإن الشعب الكردي لا يقل عن الشعوب الأخرى أصالة ونبالة، وإن الأمة الكردية ماضية رغم كل العقبات إلى استعادة موقعها تحت الشمس.